كرتونه فاضيه وفكره بمليون جنيه هتخلي ولادك يحبوا المذاكره ويذاكروا ويحفظوا معاكي كل الدروس. الفكره دي جايبينها في المدارس علشان خاطر تستفادي منها وتفيد لك اطفالك. وبقول لك تعملي ايه، هي بس بال100 جنيه والكرتونه الفاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص اهي. ايا كانت اي كرتونه عندك او اي باسكت عندك فاضي يكون نظيف، هقول لك نعمل ايه. بس الباسكت يكون نظيف ما يكونش مستخدمه لاي حاجه، تمام كده، علشان دي حاجه هتبقى نظيفه لاولادنا ان شاء الله. الفكره بمليون جنيه وهي ب100 جنيه بس، يعني اللهم بارك هتطلع لك نتيجه ممتازه وتخلي اولادك هم نفسهم اللي يقولوا لك يلا يا ماما عشان نذاكر. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. معانا ال100 جنيه اهي، هديها لاولادي يروحوا يجيبوا بيها شويه حاجات ونيجي. ومعايا كرتونه فاضيه اهي. ال100 جنيه بتاعتي انا اديتها لاولادي، واحده زي دي كده بالظبط، راحوا جابوا لي الحاجات دي. الفرع من دي ب5 جنيه، تمام كده. جبنا 3 تفرع ب 15 جنيه من ال100 جنيه، تمام. الكرتونه طبعا عندي هي موجوده عندي في البيت ما اشتريتهاش. وجبت 3 اكياس من الفول ده، الكيس الواحد ب10 جنيه، كده 30 جنيه. وعندي هنا 15 جنيه، يبقى كام؟ 45 جنيه. صح الكلام؟ صح الكلام. عندي هنا بقى دي ممكن تكون متوفره عندك من الجلادات بتاع الاولاد بتاع المدارس بتاع الكراريس والحاجات دي، يا اما البديل ليها الورق ده اللي هو اللي بيبقى فيه لمعه شويه هنزين بيه الحاجه من بره، تمام. المقص طبعا عندي موجود في البيت. جبت بقى بقيه ال100 جنيه شويه شوكولاتات زي ما يكونوا يعني جبت الحاجات دي ب 45 جنيه، وبقيه ال100 جنيه جبت لها شويه شوكولاتات، شويه بسكوت، شويه حلويات، ماشي، شويه مصاصات، لبان، كل الحاجات دي، تمام. اهي شكلنا بيها يعني بال50 جنيه او ال55 جنيه شويه حاجات من دول. تعالوا بقى هنبدا ازاي ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى هنا في الاول خالص الكرتونه اهي، هبدا من الاول خالص ازينها من بره علشان تديني شكل جميل. هبدا المتر اللي عندي ده، سواء انا موجود عندي من الكراريس تمام، مش موجود عندي هبدا اشتريه. لو بيجي 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه، مش بيبقى اغلى من كده. هبدا بس اقصه علشان خاطر يكفي لي الكرتونه بتاعتي. بسم الله اهي بالمقص كده، وابدا اقسمه نصين، والنصين اقسمهم نصين كمان، يعني انا اقسمه 4 مقاسات. هبدا اقسمه 4 كمان، وحاجات بسيطه خالص يعني مش هتكلفك حاجه، وفي الوقت نفسه هتخلي الاولاد ما شاء الله اللهم بارك يحبوا المذاكره، وهم نفسهم بيحبوا الحفظ ويحبوا ان هم يحفظوا ويروحوا الكتاب ويحفظوا ويروحوا المدرسه ويحفظوا كل حاجه، هم هيحبوا يعملوا الحاجات دي. في الاول خالص انا هسيب دي دلوقتي، مش هقفلها دلوقتي، انا هقفل بقيه الجوانب اللي فوق دي. تحت هنا مش محتاج ان انا اقفل، انا بس عايزه اعمل زينه للاولاد بحيث ان هم يحبوا شكل الحاجه اللي هم هيشتغلوا فيها دي، تمام. عندي هنا بقى فين السولوتيب يا تاجه؟ عندي سولوتيب، عندي بلاستر، عندي دبل فيس. المهم الحاجه اللي هي مش هتهلك عليا كتير وهتبقى موفره معايا. انا عايزه اشتغل بحاجات تكون موفره معايا، ما تكونش تهلك عليا مصاريف كتير. عندك يا هدى اللزق هناك كده هاتهولي. نعم اهو، اي سولوتيب، اي بلاستر، اي حاجه عندي، المهم ان انا دبل فيس، اي نوع عندك هيلزق. بسم الله. هبدا الزقه على حرف اللزقه من هنا دي، تمام اهي. استنى يا يوسف، انا هخليك يا يوسف بقى باذن الله تحب تذاكر. طالما انا مش جايب نتيجه، ما هو مش جايب نتيجه خالص معاهم، لا راضيين يذاكروا ولا راضيين يهتموا بمذاكرتهم ولا حاجتهم، ففكرت لهم في الفكره دي. هبدا الزقها بقى من الحروف كده اهو، تمام. كل حرف منهم هعمل بنفس الشكل. واخلص بقى الفكره بتاعتي دي كده، اللزقه بتاعتها هوريكم بس دي واكمل انا بقى. استنى يا يوسف، تمام. المهم ان انا يعني عايزه اعملها شكل كويس بحيث الاولاد يحبوا يشوفوها او يحبوا يتشجعوا ان هم يذاكروا فيها. بس كده زي ما عملت بقى الناحيه دي كده، هكمل بقيه الجوانب واوري لكم الكرتون، تمام. تمام كده كده خدت ال4 جوانب بتوعي بنفس الشكل. طبعا تحت هنا مش شرط، يعني ده عادي، كده كده هتبقى محطوطه كده اهو، تمام. جينا هنا للوش، هنعمل ايه بقى؟ بالمقص بتاعي وابدا ادي فتحات هنا على قد الايد بس، تمام، على قد ايد الطفل اللي هو هيمد ايده بس، وافتح كده ادي بس هنا في الايد دي،
صغنونه يعني هم على قد الاطفال بس. مربع كده بسيط الاول قبل ما اقفل الكرتونه من فوق اهو، بحيث ان هو مثلا هيحط ايده من جوه. تمام. طيب هفضي بقى الحاجه دي الاول قبل ما اقفل من بره. والفويل بتاعي ده الفوم ده هفضيه. خلي بالي بقى علشان ايه ما يطيرش مني من المروحه، مش هلاقيهم بصراحه يعني، لو فضلوا بره مش هلاقيهم. تمام كده. ده بقى حاجه جميله هتشجع العيل او الطفل انه يذاكر ويفرح، لانك انت كده يعتبر بتحفزيه، وفي الوقت نفسه هو مش هيشتري اكتر من كده من بره. يعني الطفل بتبص تلاقيه في ايام عايز اجيب حاجه حلوه من المحل، هي بتبقى هي دي في الوقت نفسه. يعني هي ده يعتبر مصروفه ويعتبر تحفيز ليه، ويعتبر انت ما صرفتيش اكتر، او الحاجه اللي انت هتفيدك انت اكتر، او المصروف اللي انت هتديه للطفل اكتر هو هيبقى هو ده. يبقى انت كده عملتي كام حاجه في حاجه واحده. يعني مثلا هو ده يعتبر، يعني بص تلاقي الطفل في النهار هاتي يا امي اروح اجيب بسكوته، هاتي اروح اجيب مش عارفه ايه، هاتي اروح اجيب مثلا استيكه، او هاتي اجيب حاجه من الحاجات دي، هي هتبقى هي دي. ماشي، احنا كده فضينا الفوم اهو. تمام. هبدا بقى احط الشوكولاتات والحاجات بتاعتي اهي. ما جبناش كله شوكولاته، ما جبناش كله مسكر، ما جبناش كله مثلا فيه مواد حافظه، يعني مشكلين. تمام. هبدا احط كل الشوكولاتات بتاعتي دي علشان لما اقفل بقى. تمام كده. في بقى البان، في بسكوته، في شوكولاته، في حلاوه، كل الحاجات دي. تمام اهي. بقى عندي دول كده انا الحاجه بتاعتي اهي اوريها لكم اهو. انا كده حطيت البسكوت تبعي والشوكولاته والحاجه تبعي اهي. تمام اهي. في الوقت نفسه يبقى كده انت بقى حابه تملي اكتر من كده مفيش مشاكل، بس دي بدايه، يعني دي بدايه، وهقول لك هتعملي ايه بعد كده. تمام اهو. ببدا بقى مثلا الطفل يعمل الحاجه يروح يمد ايده وياخد كل نصيبه يطلع له، يبقى هو حاجه. تمام كده اهو، زي كده اهو. تعالي بقى نكملها عشان يبقى شكلها جميل وحلو. هبدا بقى اقفل من فوق من هنا. بصي دي حاجه بسيطه، يعني حاجه موجوده في البيت اهي، وفي الوقت نفسه هتدي شكل جميل، والطفل هيحب يذاكر علشان خاطر ياخد الحاجه دي. واحاول ان انا الم بس الحروف بتاعتها كويس علشان تبقى متساويه ونضيفه. وطبعا بصي انا بديكي فكره وانت اعملي بقى الاحلى، يعني حسب امكانياتك. يعني انا بعملها هنا الامكانيات بحيث ان انا مش عايزه اصرف كتير، يعني اعمل على القد، بحيث ان في امكانيات قليله في امكانيات كتير. تمام، على حسب امكانياتك واعملي وشكلي، وانا بديكي فكره وانت طوري. تمام اهو. هبدا ان انا اشكل ده كده بقى. ابدا احطه، اشوفه بادئ منين عندي. بصي برضو مش شرط الشكل ده، انت شكلي انت حسب ذوقك، انت حسب ذوقك وحسب مصروفك. تمام، حسب مثلا انت امكانياتك ايه، انت مقدرتك ايه. تمام اهو. هبدا بقى اشكل بنفس الشكل، الف بقى كده وازين، بحيث ان الطفل عينه هي اللي هتوريه ان هو يبقى مبسوط بالحاجه دي. لما يشوف حاجه زي كده هيفرح، هيحب زي ما قلت لك المذاكره، هيتحفز لان هو يذاكر ويبدا ان هو علشان ياخد الجائزه اللي هي هتطلع له من الحاجه اللي هو مش عارفها اصلا هي جايزه ايه. بس هبدا اديها تشكيله بقى كده حلوه من فوق، علشان في الوقت نفسه تشد الطفل ان هو ياخد من الهدايا بتاعته اللي هي هتطلع له، وهيفكر يا ترى حظي هيبقى ايه، يا ترى هاخد ايه. لا انا خدت المره دي كذا، وانا كنت عايز اخد كذا، خلاص انا هذاكر علشان اخد الحاجه الثانيه دي اللي انا كنت نفسي فيها دي. تمام، وبحاجات بسيطه مكلفتكيش. وهتعملي ايه بقى؟ كل ما تروحي تجيبي الخضار هاتي بقى بسكوتين وحطيهم. هاتي مثلا عايزه انت تجيبي لهم كتاب صغير وتحطيه، عايزه تجيبي مجموعه كتب صغنونه خالص من اللي بتبقى في المكاتب دي وتحطيها. اي شكل بقى انت هتحبيه هاتيه. تمام، اي حاجه انت حابه تحفزي بيها اطفالك هاتيها لهم. وطبعا هم يعني اغلى حاجه عندنا، احنا مش هنجيب لحد احلى منهم،
ولا هنعمل حاجه لاحد احلى منهم، ده هم حياتنا، وربنا يحفظهم ويبارك لكل حد في ذريته يا رب اللهم امين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويعطي الجميع ويوسع على الجميع ويصلح حال الجميع يا رب اللهم امين. وده كده كان شكل الفكره بتاعتنا النهارده، متهيألي فكره كويسه شكلها جميل تحفز الاطفال ان هم يذاكروا. ماشي، يعني انا كده هجيب مثلا الكتاب بتاعي المصحف وهقعد احفظ الطفل علشان ياخد الجايزه اللي هنا، هيحفظ معايا سهل. بدل ما ردد الايه 10 15 مره، لا هرددها 5 6 مرات بس، وهو هيفهم وهيحفظ بسرعه علشان يخلص ويبدا ياخد الجايزه بتاعته اللي هيلاقيها هنا. دي بقى هحطها فين؟ هشيلها مكان بعيد، وزي ما قلت لكم كل ما اروح اجيب الخضار هجيب تشكيله معايا، لو ب5 جنيه مره، ب10 جنيه مره، ب20 جنيه فاض معايا مره، هجيبهم واحطهم لهم هنا، علشان طبعا ما يخلص، لان هم علشان هياخدوا جايزه هيذاكروا على طول، هيسمعوا الكلام على طول، هيسيبوا الموبايل مثلا فتره عشان عينيهم ما توجعهمش، هيحبوا يناموا بدري. انت لو نمت بدري وقمت معايا الصبح بدري هديك جايزه. انت لو حفظت مثلا الكتاب بتاعك بقى على طول ورحت كتابك وسمعت وخدت درجه كويسه او مثلا ممتاز او جيد جدا، هديك مثلا جايزه. انت مثلا لما بابا ينادي عليك وتقول له نعم وجاي حاضر، وتقضي المصلحه اللي بابا او ماما او حد عمه ولا خاله يقول لك عليها، هتاخد مني جايزه. انت مثلا لو مثلا ما بهدلتش هدومك هتاخد مني جايزه. لو انت مثلا سمعت كلام حد ما عملتش الخطا، ما عملتش كده، هتاخد مني جايزه. اي حاجه حلوه هتعملها هتاخد منها جايزه من الحته دي. كده هتشجع الاطفال انه بيسمعوا الكلام، يتعلموا الادب، يحفظوا واجباتهم ويذاكروها بدري علشان ياخدوا الجوائز. كمان هتلاقيهم ان هم يتحفزوا علشان مثلا بدل ان هم ماسكين التليفون 24 ساعه، لا، اللي هيسيب التليفون ساعه ومن غير التليفون او من غير ما يستخدم التليفون هيحط ايده وياخد جايزه. تبص تلاقي الطفل ما حطش دماغه كله في التليفون، لا انا ذاكر افضل علشان اخد الجايزه، علشان انا لو فضلت ماسك التليفون ماما مش هتديني جايزه، لا انا اسيب التليفون عشان اخد الجايزه. تمام كده، ايا كان هي جايزه بسيطه او حاجه بسيطه، بس بنبدا احنا مع نفسنا بقى يا امهات بنطور من نفسنا. يعني بنبدا مره بعد كده ان احنا نجيب مثلا، انا جايبه لهم مثلا مجموعه الكتب اللي هي بتاع سلسله ال100 كتاب بتاعت مثلا اصحاب الرسول وقصه الرسول وزوجات الرسول والصحابه والحاجات دي كلها، جايبه لهم وحاطه لهم في بوكس تاني، بحيث مثلا ايه كل ما نبقى فاضيين نجيب قصه ونقعد نقراها مع بعض. منه بديهم صوره عن الحياه الدينيه بتاعتهم اللي هم المفروض اصلا يتعلموها ويكونوا متعلمينها. برجع تاني اجيب المصحف ونقعد نحفظ الطفل، علشان خاطر المفروض ان هو اصلا احنا موجودين في الدنيا علشان مثلا الصلاه والقران، نحفظ القران ونصلي، يبقى هو ده المفروض، ده الاساس بتاعنا اللي احنا نمشي عليه. غير كده بقى في وقت فاضي بنلعب بقى، يعني مثلا يطلعوا يلعبوا، يروحوا مثلا باباهم رايح مكان يروحوا معاه، اخوهم رايح مكان يروحوا معاه، انت خارجه بره بتاخديهم معاك، بحيث ان احنا بنشكل اليوم بتاعهم بحيث هم ما يزهقوش، وفي الوقت نفسه ما يضغطوش نفسهم على التليفون علشان خاطر يضيع عمرهم وسنهم وعينيهم ومخهم وكل الكلام ده كله على حاجات تافهه ملهاش لازمه. تمام كده، وده كان الفيديو بتاعنا. قولوا لي ايه رايكم، لو كويس نعمل سلسله من الفيديوهات اللي زي كده تشجيعيه لاي حاجه انتوا تحبوها، اكتبوا لي في التعليقات وانا من عينيا لكم حاضر وتحت امركم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.